كيف وجدت هذا الصقر؟ كيف كان في البداية يعني؟ هذا الصقر لو قدناه هناك في هذاك والسرور فوقه والصقور ولا الغريب ولا ذاك قدوم فوقه. تعرض لهجوم يعني؟ تعرض للهجوم، قدوم عوار وهذا شليناه وعالجناه. كم لحد الآن لو معك؟ كذا حوالي كذا شهر. ايش تاكله يعني؟ ايش ياكل؟ لحوم طبعا؟ ياكل لحوم، ياكل غسلنا له مبلغ علاجات وهذا واللحمات، نجيب له كل شيء. المعلومات الموجوده على ساقه فهو من كما هو مكتوب روسيا موسكو. من اللي يمسكه؟ قلت ابنك او ابن اخوك او ايش؟ الصقر الولد الصغير هذا. عمر ما تخاف انت ماسكه الان كذا يعورك او شيء؟ لا. الان هل اصبح اليف بالنسبه لك؟ يعني هل انك تلعب معه كذا او انه فقط في قفص؟ وين حاطه؟ رجع يلعب معي قيل ورجع دخل القفص. من يعرف عنه بعض المعلومات ممكن يطرح لنا في التعليقات. ونحن اليوم في مدينة تعز، تحديدا في منطقة الحنكة. شكرا لك، عرفنا باسمك، ذكرنا. سعيد عبد السعيد. ان شاء الله نعود للتواصل معك حسب ما يعني يفيد احنا المشاهدين حول هذا الصقر وكيف ممكن تحصل على مكافأة. انا حاولت انا انشر هذا الفيديو، وهذا المواطن اليمني المتميز طبعا. نحن اليمني لا نخاف من اي شيء، شايفين حامله بكل يعني شموخ وشراسة. نشوفكم على خير ومع السلامة. نشتي واحد اشتروا اللي حاجة يعني اشتي عوضنا باقت خسارتنا اللي خسرنا.